عايزك تفتكر معايا يا سيادة الكولونيل، امتى اخر مرة حسيت انك مش طايق نفسك ولا طايق المكان ولا الناس اللي فيه، واللحظة فكرت انك تكسر المكان على دماغ الناس اللي فيه؟ بس في الاغلب مش بتعمل كده، مش لانك خايف، لا، لانك في الاغلب هتخسر شغلك، هتخسر دراستك، ممكن كمان توصل انك تتحبس. بيبقى دايما في نظام او قانون انت مضطر تمشي عليه، وبتلبس شخصية انت مضطر ما تتعاملش غير بيها عشان تمشي 60 70 سنة اللي انت عايشهم في الدنيا. بطل فيلمنا النهاردة هو كان عايش دايما بالقناع ده: شخص روتيني بيشتغل من 9 ل5، شخص مش بيعمل حاجة في حياته غير انه بيشتغل، يرجع اخر اليوم لو هياكل او هيعمل اي حاجة وبعد كده ينام عشان يعيد نفس اليوم الى ما لا نهاية. لحد ما في يوم اتغير كل حاجة، قابل شخصية تانية وهو عكسه تماما، شخصية بتميل دايما للفوضى. هي كانت الشخصية دايما اللي مستخبية جواه، بس هو ما كانش حاسس او كان عارف يطلعها ازاي. الشخصية دي هي تايلر ديرين. تايلر كان عكس تماما بطل فيلمنا. تايلر الشخصية الفوضوية المتمردة اللي مش عاجبها النظام، اللي ما بتخضعش لأي قانون أو نظام، اللي مش فارق لها حد ومش عاملة حساب لحاجة، مش فارق لها تتحبس تخسر شغلها، عايش بالهوا اللي هو عايزه، يكسر ويدمر ويعيشها زي ما هو عايز. وده بالظبط كان الجانب التاني من شخصية بطل فيلمنا. ومش كده وبس، تايلر قدر يخلي بطل فيلمنا يطلع الجانب السوداوي من نفسه ويكون مؤسس الدمار، مؤسس الفايت كلاب. المشكلة هنا يا سيادة الكولونيل اللي احنا بنكتشف في الآخر إن تايلر هو نفسه بطل الفيلم. بطل فيلمنا من كتر الضغط والكبت اللي كان جواه، دماغه اختلق شخصية تانية وأقنع نفسه بيها إنها حقيقية، وبقى بيعمل تصرفات هو مش عارف اللي هو بيعملها. بطل فيلمنا من الأول هو تايلر. بطل فيلمنا من الأول ما كانش محتاج حد يحفزه. بطل فيلمنا من الأول هو اللي أسس بنفسه نادي القتال اللي هو الفايت كلاب. وأنا هنا مش جاي أحكي لك عن الفيلم ولا ملخص الفيلم أو جاي أشرح لك الفيلم كان ماشي إزاي. أنا هنا بحكي لك عن مرض نفسي فعلا. المرض ده اسمه اضطراب الهوية الانفصامية أو DID. وده يا سيادة الكولونيل مش مجرد مود بيتغير، لأ، دي شخصية حقيقية بأحداث حقيقية، لدرجة إن الشخصية الأولى اللي في الجسم الأساسي متدركش إن في جسمها شخصيات تانية، شخصيات عندها ذكريات تانية، شخصيات ممكن بتكون بتتكلم بلغة تانية، شخصيات وهو نايم هي ممكن بتكون بتعمل حاجة تانية هو مش حاسس، هو فاكر نفسه نايم، وبيصحى بيلاقي على جسمه آثار ضرب، بيلاقي حاجات هو مش فاهم هو جت منين. زي بالظبط بطل الفيلم، كان دايما بيصحى بيحس ان في حاجه غريبه في جسمه، ممكن يلاقي فلوس، فلوس دي ما يعرفش كان مصدرها ايه او جت منين، ممكن يلاقي جسمه وجعه، جسمه فيه علامات ضرب، هو مش فاكر اي ذكرى. I asleep? Had I slept? وانا هنا مش جاي احلل المرض، لان موضوع النهارده هو انت اللي غالبا ما عندكش المرض ده، او اغلبنا ما عندوش المرض ده، بس بنضطر نتعامل بشخصيه غير شخصيتنا، ونكبت شخصيه هي المفروض ما تتكبتش. شخصيه لو اتكبتت انت الوحيد اللي هتتاذي منها، مش تأذي حد غيرك. هتطلع على هيئة اكتئاب، على هيئة خنقة، على هيئة انك مش عايز تتعامل مع حد تاني، يطلع لك على هيئة عزلة، يطلع لك على هيئة حاجات كتير تخليك انت مش طايق نفسك وكاره حياتك، متمرد على عيشتك. في ناس بتوصل معاها للانتحار. احنا سيادة الكولونيل ما عندناش شخصيات زي ما انا وصفتها لك، بس عندنا أقنعة كتير بنبدلها على مدار اليوم، بنقعد نبدل فيهم مليون مرة. قناع للشغل، قناع للصحاب، قناع للعيلة، لحد ما نسينا فعلا هو احنا مين، احنا مين فيهم. احنا قناع الشغل ولا قناع العيلة ولا قناع الصحاب، ولا احنا شكل تاني خالص احنا نسيناه من نفسنا. باختصار، احنا بنعيش بشخصيتين: شخصية الراوي، الطالب المجتهد او الموظف المثالي اللي بيجي في ميعاده من 9 ل5، ويمشي بالقوانين ومبيوجعش دماغ حد وماشي جنب الحيط، وهو ده فعلا المجتمع عايزنا نكون عليه، مش بقولك خالص ان ده غلط. والشخصية التانية، الشخصية اللي في اول الفيديو كانت عايزة تكسر المكان على دماغ اللي فيه، الشخصية المتمردة اللي مش بتمشي بأي نظام، اللي مش خاضعة لأي قوانين ومش فارق لها حد. وطول حياتنا بنخبي شخصية تايلر، بنقتلها زي ما بطل الفيلم قتل نفسه في آخر الفيلم، قتل شخصية تايلر في الآخر. مش بقى ده الحل يا سيادة الكولونيل، حل إنك تخرجها، تهودها، تسمع هي عايزة إيه، تعرف توظفها في مكانها الصح. الشخصية دي عبارة عن طاقة مكبوتة من التعب والملل والزهق اللي انت عايشه، تهودها بإنك تغير حياتك، تهودها بإنك تخلي حياتك بالشكل اللي انت حابه، بالشكل اللي ما يخلوش روتيني او انت تكون زهقان منه. ولو ما عندكش يا ست الكولونيل رفاهية انك تغير حياتك في الوقت الحالي، ممكن تطلعها على شكل انك تنزل الجيم، على شكل رياضة قتالية ممكن تلعبها، في مليون شكل وشكل تطلع فيها الطاقة دي من غير ما تأذي نفسك ولا تأذي اللي حواليك.
في النهاية ست كولونيل، وزي ما أكدت عليك أكتر من مرة، الشخصية دي لو معرفتش تتعامل معاها صح وفضلت كابتها مش تأذي حد غيرك. لازم تعرف تتعامل معاها ازاي، وتطلعها في هيئة شغف قديم، في هيئة رياضة انت حاببها، وما تفضلش كابتها.